في طريقها الصحيح، فلا انحراف ولا تباطؤ، ولكن عمل بجدية للنهوض بالأمة، إيمانا بأن العمل فريضة، عمل بجدية لتوجيه الأمة الوجهة الصحيحة التي أوضحها القرآن الكريم وسنة محمد عليه الصلاة والسلام. وكان عملهم دائما يسبق قولهم، فحينما يقولون الجهاد هو سبيل النجاة كانوا أول الناس جهادا في فلسطين وفي قناة السويس وفي كل مكان. يلزم أن يكون الجهاد مقدما كما في أفغانستان وغيرها. تجد الطليعة من رجالات الإخوان المسلمين لا يبتغون من وراء ذلك مغنما ولا أجرا، ولكنهم مؤمنون بأن حياتهم لله، وأن عليهم أن يسلكوا الطريق الصحيح ويجاهدوا بكل ما يمكن من إمكانيات متاحة لتوصيل الأمة والشباب بنوع خاص إلى النجاة، ولا نجاة إلا بالالتجاء إلى الله وإلى رسول الله. وكان الحكم حسب تصور هيئة المفوضين وما انتهى إليه من تقرير، وحسب ما قدم من مستندات وما أبدي من دفاع، يلزم أن يكون الحكم بإلغاء القرار السلبي لوزارة الداخلية بمنع هيئة الإخوان المسلمين من مزاولة نشاطها الرسمي. أما وقد انتهى قضاة المحكمة إلى ما انتهوا إليه، فالجولة القادمة إن شاء الله أمام القضاء الإداري الأعلى وهو المحكمة الإدارية العليا طعنا على هذا القرار، لأنه جاء مخالفا بما هو ثابت بالأوراق. وفي كل الأوقات نحن مؤمنون بالله سبحانه وتعالى، واثقون من فضل الله، ملتزمون بشرع الله، ولن تستطيع أي قوة في الأرض أن تمنع المسلم من أن يكون ملتزما بدينه وإسلامه. وإن شاء الله تعالى لا بد للحق أن ينتصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال سيدنا رسول الله: لم يشكر الله من لم يشكر الناس، وأقسم بالله غير حانس أن جهدك لن يضيع، وأنه في ميزان حسناته، وأن العقبة أمامنا لم تكن هذا العقبة أمامنا قانون الأحزاب لن يسمح، قانون الأحزاب الأثار والفلسطين نفسه لن يسمح. أما جهدك فوالله لن يضيع وفي ميزان حسناتك، ونشكرك والحمد لله على أي حال. ولنا الله ولنا الله. حضرتك هنسمع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للجماعة قبل الحل، يا ريت بإيجاز سريع تقول لنا ما نوع هذه الأنشطة وما أشكالها. كان لجماعة الإخوان المسلمين قبل الحل شركات استثمارية مشكلة وفق قانون الشركات في مصر تمارس النشاط، وتم الاستيلاء عليها بلا قانون وبلا قرار، وللآن لم تسترد. كذلك كانت لهم المدارس الخاصة في جميع أنحاء مصر، فكان ملحق بكل شعبة من شعب الإخوان، وكانت كل قرى مصر فيها شعب من الإخوان المسلمين، وكل أحياء مصر فيها شعب من الإخوان المسلمين، مدارس خاصة يتعلم فيها الصغار، ومدارس ليلية يتعلم فيها الكبار. وكانت النتائج لهذه المدارس أنها نتائج المتفوقين دائما. كذلك كانت لهم أندية رياضية، وقد قدمت للمحكمة حصرا لبعض هذه الأندية بلغ 173 نادية، وهذا ما استطعت أن أحصل عليه، ولكن كانت أندية أكثر من ذلك بكثير. كذلك كان هناك تشكيل للجوال تحدث عنه العالم كله، وكان تشكيل ضخم شمل الكثير من الشباب ونظمهم في هذا الموضوع. أيضا
كانت لهم ممارستهم السياسية في جميع ما يعن للمنطقة من مشاكل سياسية، فكانوا يبدون الرأي ويبينون الحجة. وقد كان ممثلهم في هيئة الأمم في سنة 47 عند نظر قضية مصر هو صوت الإسلام الواضح الذي أبان صوت الإخوان المسلمين في ذلك الوقت. بالنسبة لحضرتك يعني قلت ان كل ما قدمتموه يعني كان يدل دلالة واضحة على ان الحكم سيكون لكم، ولكن ما الذي استند اليه القاضي في هذا الحكم؟ هذا ما سنطلع عليه في الحيثيات، ومن اجل ذلك لان خطأ القاضي وارد ونظرته المختلفة واردة، جعل هناك قضاء اعلى يطعن عليه مع المحكمة الإدارية العليا، وسيتم الطعن إن شاء الله بعد الاطلاع على حيثياته. امتى ان شاء الله؟ الطعن مداه 60 يوما. والحيثيات لا بد أن توضع في خلال أسبوعين أو 3 على الأكثر إن شاء الله. ماذا تريد الإسلام يعني ذلك مثلا في حركة الجزائر الأخيرة وعدد صوت النهارده يعتبر دلالة على ذلك، لماذا نلجأ للقضاء والوصول على هذا الطريق؟ الناس بتحسن يعني ونشوف طريق آخر للدعوة للخلاص منفعة. تأكد يا أخي الفاضل أن الأسلوب الأمثل هو ما تعلمناه من الرسل، ونحن دعاة إصلاح ولسنا طلاب حكم، ونهتم بإصلاح الحاكم قبل إصلاح المحكوم، ونلزمه الحجة باللجوء إلى قضائه. وأنا كما قلت أمام المحكمة هيئة الإخوان المسلمين إنسان حي يعيش ويتحرك ويقوم بجميع أعضاء الوظائف الخاصة بالإنسان، ولكن مسلوب شهادة الميلاد. هل هذا يؤثر بالإنسان؟ ولكن شهادة الميلاد مطلوبة، استخراج بطاقة شخصية، استخراج ترخيص، ليس إلا. أما الإخوان المسلمون فتواجدهم في قلوبهم وفي صدورهم وفي إيمانهم بالله لم يقف حق أبدا، وقد جرموا وصنع بالإخوان المسلمين ما صنع، وخرجوا بفضل الله أكثر إيمانا بالله وأكثر ثقة بالله وأكثر تمسكا بكتاب الله. مدام العالم يعلم أن الإخوان المسلمون على حق، فلماذا يقفون الناس؟ لأن المعركة بين الحق والباطل منذ أن خلق آدم، وكان الجميع يعلم أن الأنبياء على حق، ولكن لا بد من معركة. كيف نمحص المؤمن الملتزم من غيره؟ لو أطاع الناس جميعا فما رسالة، فليست هناك رسالة، وما كان للرسل رسالة، ولكن رسالة الرسل لتبرهن وتبين وتوضح حدود الله وتعاليم الله وتطالب بالالتزام بها. فمن التزم واختط الخط السليم كان جزاؤه النعيم في الدنيا والآخرة، ومن كان غير ذلك فجزاؤه عند الله. هل لو توحد جماعة الإخوان المسلمين بإنشاء حزب على أساس ديني هيتنازلوا عن دعواهم؟ يا أخي الفاضل، قلت أن الإخوان المسلمين هيئة وليست حزب. الحزب جزء منها، جزء من نشاطها، لأننا نؤمن بالإسلام كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد في الإسلام شيء اسمه السياسة وشيء اسمه العبادة وشيء اسمه الاقتصاد، ولكن يوجد إسلام في كل شيء. فأنا حينما أقوم بعملي مسلم أتقن العمل عبادة، لأن الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يحب إن عمل أحدكم عملا أن يتقنه. حينما أمارس مهنتي في الحدادة وفي غيرها أتقي الله وأرى حق المهنة، لأن هذا عبادة. حينما أتعامل في مالي أتعامل به وفق تعاليم الإسلام، ولا أقول بقى أنا هتعامل بالمال بالربا وأدخل الإسلام في الحتة دي، أنا مش مسلم في الحتة دي بل خرجت المسجد. والمتصور
الإسلام يحكم حياة المسلم في كل شيء، في البيت، في المسجد، في الشارع، في العمل، في كل مكان. هم يقولون اجعلوا الدين في المسجد فقط، وأنا أقول لهم من أين لكم هذا؟ ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي أوضح لنا الدين وأنزلت عليه الرسالات إلا مبينا أن الدين يحكم المسلم في كل شيء، حتى في أفعاله الخاصة. الإسلام والدين يحكم المسلم، وهذا هو فهم الإخوان المسلمين كما فهموه عن محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قد يخالف فهم القليل من الناس الذين لا يفهمون الدين على حقيقته. فالحزب السياسي جزء من نشاط الإخوان المسلمين وليس كل هدف الإخوان المسلمين. ونحن نقول نحن نستخدم المتاح إلى أن يتم الخير كله إن شاء الله. يمكن أن تتكرر التجربة مع الجمهورية العليا، بمعنى سيادتك متسائل الجمهورية العليا يمكن أن تنصفها؟ ما دام هناك إله فأنا متفق. هل هناك خطوات قانونية أخرى بعد الاستئناف؟ المحكمة الإدارية العليا اللي هي بعد كده هذا آخر القرار بالنسبة للقضاء. حد لكم عندي أسئلة أخرى؟ أخيرا